السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا في تضاربات غريبة ومريبة في السعر بتاع الذهب اليومين دول بالأخص. الناس اللي هي واخدة استثمار بقى وبتشتري وعندها وقت معين بتشتري فيها وعندها وقت معين تبيع فيها. أنا بقول لك أهو، وخدها ثقة مني، لو أنت معاك دهب دلوقتي انزل بيعه. من الآخر، لو عايز تعرف سعر الدهب دلوقتي عامل كام، عايز أقولك إن عيار 21 عامل 4010. كان بكام وبقى بكام؟ فرق اسبوع واحد بس. وعيار ال24 اللي هو السبايك والحاجات دي عامل 4550، يعني داخل على ال600. فانت دي فرصتك. فرصتك ان انت لو ما استثمرتش في الفرصة دي وبعت النهاردة، يعني هيغلى ايه، 100 جنيه. طب هو غلي كام اصلا وكنت شارب كام؟ فانت فرصتك انك تبيع دلوقتي. ما تطمعش، لان انت خلاص دلوقتي ممكن ينزل فجأة، لان كان معروف ان هو هيجي في وقت زي ده وهيغلى بالسعر ده، وممكن يعدي. يعني انت ونصيبك ممكن تجازف ويعدي معاك. بس النصيحة مني ليك، انزل بيع وما تشتريش دلوقتي. اللي يقولك هيغلى عن كده تاني، انت بتشتري بالسعر ده، فانت يعني بتخسر نفسك في وقت مش هينفع اصلا ان انت تجازف في اي حاجة. خصوصا ان في عملات متضاربة، يعني انت عندك الدولار دلوقتي عامل 50 وكسر. فانت فرصتك دلوقتي وجاتلك، وانزل بيع. والجنيه الدهب عامل 30 الف وحاجة، يعني 30 الف 500، 30 الف 900، حاجة زي كده. وربنا يوفقكم جميعا يا رب. ومتنسوش تعملوا الاشتراك لو انت اول مرة تشوفني، واعملوا لايك على الفيديو وصلي على النبي في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.